لطالما كندير بعض المقاطع على العدل والإحسان، بحكم أن عندي لقاءات بزاف مع أفراد من العدل والإحسان في الجامعات تعرفت عليهم، ومعرفة خير صراحةً، يعني كنحترمهم وكمسلمين دايرين واحد الجامعة دونك راه ما عندي حتى شي اختلاف معاهم، وكنعطي لهم الأفكار ديالي مثلًا. واحد الوقيته ربما كنت بغيت ندخل مع العدل والإحسان، هُما اكتشفوني أنني كنبغي نشارك، كنبغي نعطي الأفكار ديالي، كنبغي نفرض الأفكار ديالي حتى أنا، كنبغي نعطي وجهة النظر. ما عجباتهمش، هُما كيبغيو مثلًا شي واحد إلا دخل معاهم خص يكون بلوكي، العقل ديالو غادي يشدو يحطو وغادي يجي عندهم، داك الشي اللي قالوا لك خصك ديرو، دوك الأفكار ديالهم خص تآمن بهم، ما تعطيش الأفكار ديالك وما تشاركش أنت، شكون أنت؟ دونك هذا الشي علاش ما دخلتش مع العدل والإحسان في الجامعة اللي كنت غادي ندخل، فاش ما دخلتش تما صافي. التجديد الطلابي لو كان متواجد في وجدة كنت دخلت ليه، حاليًا ما عرفتش واش دخلت تما حيت أنا في 2018 خرجت من وجدة. إلا دخل ما عرفتش ديك الوقيته لو كان لقيت التجديد الطلابي اللي كينتمي للعدالة والتنمية كنت دخلت معاه. دونك شرف ليا ننتمي لواحد فصيل إسلامي كيأمن بالانتخابات وكيأمن بالمؤسسات ديال الدولة. أنا الانتقاد ديالي ماشي ضد العدل والإحسان، بالعكس إحنا خوت وهذا فصيل إسلامي وكنفتخروا به، أنا ماشي ضدهم، ولكن كنعطي بعض الأفكار ديالي بحكم أنني مسلم وكنمثل المسلمين في المغرب، دونك كنهضر باسم يعني الأفراد المسلمين في المغرب، رغم أنني عارف ربما ما يديوهاش في هضرتي، ولكن كنحاول أودي نعرف شي تندخلوا الانتخابات راه محتاجينكم. كاينه العداله والتنميه بوحدها، بغينا واحد الحزب اسلامي معها، بحال داك البلوكاج اللي كان في 2016 ما غاديش يكون من للقدام، حيت غيكونوا جوج احزاب اسلاميه قادرين يدخلوا بالاغلبيه ويأسسوا الحكومه. عارفين العدل والاحسان عنده واحد القاعده كبيره رغم انه بدا كيخسرها يعني بالخرافات ديالو وبالسياسه الفاشله. كان عندنا واحد الامل واحد النهار العدل والاحسان غادي تدخل الانتخابات وغادي تشارك في البناء ديال الدوله وتشارك الدوله في الاصلاح. هذه امنيه كانت عندي انا شخصيا وربما حتى الشباب الاسلامي في المغرب عنده نفس الافكار، ولكن صادفت واحد المقطع ديال شي قيادي في العدل والاحسان غير لي الفكره وفقد لي الامل في العدل والاحسان بانها غادي تامن بالمؤسسات ديال الدوله وتشارك في العمليه السياسيه. نحن حينما نقول بأن تصورنا يعارض ويرفض الملك الوراثي فنحن واضحين في موقفنا، يعني ضد النظام الملكي. الملك الوراثي بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون مدخلا للحل الشامل، فحينما نقول الملك الوراثي فهذا يتعارض مع الإرادة الشعبية، يتعارض مع ما نطالب به من حكم ديمقراطي يقوم. اخويا كيتعارض مع الافكار ديالكم انتم، حنا مسلمين مرتاحين ومفتخرين بجلاله الملك، وكنفتخروا ان عندنا الملكيه نظام ملكي، وكنفتخروا يعني بداك الشيء اللي كيتقدموا الاسره العلويه الشرفاء العلويين لهذه المملكه المغربيه، وهذا التطور وهذه التنميه اللي كان عندنا رغم صعوبات، ولكن ولله الحمد واصلين لواحد النيفو احسن من الدول الافريقيه، مشينا بعيد ولله الحمد. رغم ان عندنا مشاكل، عندنا المشاكل ديال الجمهوريه الصهيونيه الجزائريه، ولكن ولله الحمد مشينا بعيد، كان عندنا اصلاح ولله الحمد، رغم عندنا بعض الاكراهات ولكن ولله الحمد مشينا بعيد. ولو كان ما النظام الملكي كنا غادي نتقسموا، كون دابا راه كل جهه وفين شاده، لو كان نجحوا غير دوك الانقلابات اللي دازوا ضد الحسن الثاني رحمه الله عليه، كون راه المغرب دابا لا علاقه، كون راه دابا الناس كياكل الحجر كياكلوا الشجر ولا ما عرفتش صافي يعني راجعين للعصر البدائي، كون راه كنتقاتلوا شي يقتل شي، وهذا الشيء باين، هذا الشيء باين بلا ما تقول راه كتصور ولا شي، هذا الشيء كيباين هذا الشيء اللي غادي يكون. اخويا شي تصور عندكم نتوما والناس اللي معاكم، الا عندكم شي تصور ضد الملكيه ما عرفتش كي داير. حنا مسلمين السي اخويا، مسلمين كنفتخروا بالنظام الملكي ديالنا، وكنعتبروا واحد حاجه مقدسه ما عندهاش العلاقه باش نقولوا انها ضد الديمقراطيه ولا ضد يعني التنميه، ولا بالعكس هي شرط ديال الديمقراطيه والتنميه في البلاد. هاد الافكار ديالكم ما عرفتش. المهم من هذا المقطع هذا فقدنا الامال في العدل والاحسان، واحد النهار غادي تدخل السياسه، فقدنا الامل. هاد الناس هادو غير الدوله بحكم جلاله الملك يعني متسامح، عطى لهم الحق يعني يهضروا على راحتهم ويجلسوا، اما ربما في شي وقت الا جا شي ملك صارم راه ما غاديش يعقل عليكم اسمحوا لي. انتم ضد الملكيه على الشيطان، لو كان غير دابا بعدا شي دوله بحال الجزائر ضد الملكيه، ولا شي واحد برا ضد الملكيه، عايشين في البلاد واكلين الخير، كتاكلوا الغله وتسبوا المله، حشومه. انا ما بغيتش كاع، ما بغيتش هذه الفكره تكون عندكم. انتم ضد الفساد، ضد مثلا الفساد السياسي، كاين فساد سياسي ضدهم متفقين. اش داكم الملك، اش داكم جلاله الملك، اش داكم النظام الملكي؟ هذاك النظام الملكي هو اللي شد لينا داك التوازن في الدوله المغربيه، اللي شد لنا التوازن ما بين الريافه والسواسه والشلوح والعرب والصحراوه. جلاله الملك يعني الحاكم ديالنا
يعني النظام الملكي هو اللي شد لنا التوازن ما بين هاد المكونات هادو كاملين. لو كان يمشي مثلا النظام الملكي راه هذاك كلشي غيتقسم، كل واحد يشد الجهه. اش شدكم من النظام الملكي اخويا؟ نتوما غيدخلوا، نتوما غير ترشحوا في الانتخابات اصاحبي، وترشحوا غير في الجماعه بعدا، نتوما ترشحوا في الجماعات ديالكم، عاد غادي نشوفوا توصلوا للبرلمان ونشوفوا الافكار ديالكم. مؤسف جدا، مؤسف جدا باش تكون عندكم هذه الفكره. انا ما الصراحه ما كنتش عارف بلي عندكم هذه الافكار. كتقولوا بلي ضد الفساد وداك الشيء، ولا ما يحسبليش نتوما كاع ضد جلاله الملك وضد الملكيه. هنا فقدت الامال في العدل والاحسان. واحد النهار يؤسفني ان عندي بعض الاصدقاء وبعض الناس اللي عمرها سلا، الناس نقيين والناس شوف خير خلق الله، الناس اللي عمرها سلعه كينتميو للعدل والاحسان. مؤسف جدا، مؤسف جدا. انا كنتمنى من الناس اللي بعقلهم وداك الشيء يمشيو للعداله والتنميه. الحمد لله حزب اسلامي، وحنا كنامنوا بالانتخابات. فوق ما جاتني الفرصه انني نكون في انتخابات ولا نترشح غير نترشح. انا كنامن بالانتخابات وانا بغيت نشارك في الاصلاح والبناء ديال الدوله ديالي.